معظم الناس بتعيش طول عمرها في معركة واحدة، لكن في بعض الناس ربنا بيديهم الفرصة انهم يعيشوا المعركة نفسها مرتين، والغريبة انهم ينتصروا في المرتين. لو عايز تشوف مثال واضح في الكرة المصرية بيجسد الكلام اللي بنقوله ده، فهو حسام حسن او حسام ابراهيم. لو هنتكلم عن القصتين هتلاقي 98 و26. 1998 بطولة افريقيا، 2026 بطولة كأس العالم. منتخب رايح بطولة افريقيا مش مرشح لأي شيء بقيادة محمود الجوهري، الأب الروحي لحسام حسن. أكبر مشكلة كانت بتواجه المنتخب ده مش هنعمل إيه في البطولة، المشكلة كانت إزاي تضم حسام حسن اللي بيقدم موسم مش أفضل شيء وبيسجل هدف واحد طوال الموسم مع النادي الأهلي، وجمهور الزمالك ونقاد الزمالك وإعلام الزمالك كلهم بيهاجموا محمود الجوهري بسبب ضمه لحسام حسن، المهاجم اللي ما سجلش غير هدف واحد، لكن مديره الفني مقتنع ومؤمن بيه بشكل لا يصدق. وفي الوقت اللي الحرب كلها على الجوهري بسبب حسام حسن وانك بتجامل لاعب علشان بتحبه، طلع الجوهري علشان يرفع الضغط من على حسام حسن ويقول انا رايح بطولة افريقيا اللي عدد المشتركين فيها 16 منتخب علشان احقق المركز ال 13، علشان هنا تحصل نقطة تحول غريبة جدا والضغط كله يتشال من على حسام حسن ويتحط على الجوهري، ويبقى الناس والجمهور والنقاد بيهاجموا محمود الجوهري اللي بيسوق سمعة مصر ورايح بمنتخب مش هيحقق حتى الوصول لدور الثمانية أو الوصول لنص النهائي. بس كل الناس ما خدتش بالها إن الجوهري كان بيرفع الضغط عن لعيبته وكان بيرفع الضغط عن منتخبه، وقرر يشيل هو الليلة ويفرغ اللعيبة إنهم يأدوا بطولة للتاريخ. وتبدأ البطولة وفي أول مباراة قدام موزمبيق تسجل هدفين يسجلهم حسام حسن، ومع ماتش ورا التاني حسام حسن بيحقق بطولة أفريقيا وهو هداف المنتخب وهداف البطولة ب7 أهداف، علشان يرجع وهو متشال على الرؤوس والكتاف والناس بتقول إنه أعظم مهاجم في تاريخ مصر. حسام حسن ساعتها قدر يخرج من نفس المعركة اللي بتواجهه في 2026. حسام لعب دور الجوهري في 2026 لما قرر إنه ياخد لعيبة غير اللي النقاد والجمهور بيقولوا عليهم، وقرر إنه يستبعد لعيبة أسمائها قوية ووراها جمهور ولجان وسوشيال ميديا. قرر يعمل كده لأنه مقتنع بلعيبة تانية ولأنه مقتنع إن الفريق لازم يكون فريق مش مجرد أسماء بنحطها وخلاص. وتبدأ البطولة بالمباراة اللي كل الناس اللي رافعة السكاكين لحسام حسن مستنياها قصاد بلجيكا، علشان كانوا متوقعين هزيمة نقراء زي ما بيقولوا، والبلجيكا تعمل علينا ماتش وسكور ويخرجوا يفضحوا حسام حسن، فينزل حسام حسن بلعيبته وتشكيلته ويقدم مباراة قوية جدا ويتعادل مع بلجيكا وكان متقدم عليها، ويخرج الناس اللي كانت مستنية تقتل حسام حسن تدريبيا علشان يقولوا اصل بلجيكا بتقدم نسخة ضعيفة جدا وانت ما عملتش اي انجاز بانك اتعادلت مع بلجيكا. نروح بعديها المباراة نيوزيلندا اللي كسبنا فيها 3-1، وبعد المباراة طلع نفس الناس وقالوا ايه الانجاز في انك تكسب نيوزيلندا، على الرغم ان نيوزيلندا وصلت لبطولة كأس العالم 3 مرات ولعبت عدد ماتشات اكتر من منتخب مصر. يعني بمنتهى البساطة هم عندهم خبرة في كأس العالم والبطولة دي اكتر من الخبرات اللي عندنا كمنتخب مصر. وبعدها هنلاعب ايران، الفريق اللي عنده كل الحوافز اللي جوه الملعب وبره الملعب، فريق عايز يصعد وفريق عنده مشاكل مع الدولة المنظمة، فريق عنده مشاكل وحروب ورغبة شعبية في إهانة العالم كله، علشان نخرج من المباراة دي متعادلين 1-1 ونصعد لأول مرة في تاريخنا تاني مجموعة مش من أحسن توالد. المنتخب ده خد المركز الثاني في المجموعة سبحان الله، يمكن لحظ حسام حسن، لأن لو كان أخد المركز الأول كان هيقابل السنغال، والسنغال عندنا عقدة نفسية في الفترة الأخيرة من مقابلتها، بس ربنا يسر الأمور لحسام حسن إن احنا نلعب كتاني المجموعة عشان نواجه استراليا ونروح لنفس النغمة. هي مين استراليا دي في البطولة؟ على الرغم من استراليا اشتركت 7 مرات في بطولة كأس العالم، يعني عندهم خبرات أكتر من اللي عندنا بكتير. نصعد والناس دي تلاقي إن مفيش قدامها غير إنها تدعم المنتخب، بل إنها تستدعي اسم أو اسمين من اللعيبة اللي هي محسوبة عليهم علشان يقولوا ده منتخبنا احنا مش منتخب حسام حسن، وما تقلبوهاش أهلي وزمالك، وحسام حسن بيقدم بطولة عالمية والمنتخب ده منتخبنا، وكلام جميل جدا. كل ده شيء بيقول إن حسام حسن خاض نفس التجربة مرتين،
الانتصار الأول كان انتصار ساحق، والانتصار المرّة دي انتصار ساحق برضه لإنه إنجاز وتاريخ جديد بيُكتب لأول مرّة في تاريخ الكرة المصرية. الناس اللي كانت بتناقش هل اللي بيحصل ده إنجاز والّا مش إنجاز، وبتناقش مدى قوة الفرق، هو حضراتكم كنتم كسبتوا مين قبل كده؟ حضراتكم لعبتوا السعودية، وحضراتكم لعبتوا أيرلندا، ولعبتوا روسيا، ولعبتوا أورجواي، ولعبتوا هولندا، ولعبتوا إنجلترا، ما كسبتوش ولا ماتش، بالعكس خسرتوا 3 ماتشات في بطولة كأس العالم بروسيا 2018 في وجود محمد صلاح وهو في البيك. محمد صلاح وهو في البيك وكان معاه إدارة فنية لراجل أجنبي الناس كلها بتشهد له هو كوبر، خسرنا 3 مباريات. وييجي حسام حسن بلعيبة أغلبهم من الدوري المحلي، أغلبهم من النادي الأهلي اللي ما عملش موسم جيد، ولكن لإنه حسام حسن عارف جودة اللعيبة دي، وبمحمد صلاح اللي عمل موسم على الناحية النفسية مش الأفضل إطلاقًا، علشان ياخد كل الناس دي ويخلّيهم يصدقوا نفسهم. الأهم كمان إن اللعيبة دي عارفة قيمة حسام حسن. حسام حسن بقى اتفقنا أو اختلفنا معاه هو واحد من أيقونات الكرة المصرية. حسام اللي اعتزل في أوائل الألفينات، يعني دلوقتي داخل في 20 سنة أو أكتر معتزل، هو ما زال اللاعب الأكثر إحرازًا للأهداف دوليًا باسم منتخب مصر. فأنت عارف أنت بتتكلم على إيه. ما فيش أي ناقد رياضي حتى اللي ما بيحبش حسام حسن، ما فيش أي لاعب كرة سابق حتى اللي ما بيحبش حسام حسن، لمّا بييجي يتكلم عن حسام حسن كفرود إلا أمّا بيقول إنه أفضل فرود في تاريخ مصر. نيجي بقى لأهم حاجة انتصر فيها حسام حسن. حسام حسن انتصر في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق ماتش الأرجنتين. الماتش التاريخي اللي الله أعلم هنكسب والّا مش هنكسب، ولكن هو واحد من أهم المحافل الدولية اللي مصر هتلعبها، علشان تيجي سيرة رفعه لعلم فلسطين، فيقول كلام بيعبّر عن كل مصري. حسام حسن حقيقي مُخلص للكورة، مُخلص للفريق اللي بيلعب له، وأنا شايف إن الكورة بتدّي اللي مُخلص ليها أكتر ما بتدّي المهاري. سلام عليكم.